لك يا الله يا مصر، لك الله يا مصر. هو صندوق النقد الدولي ده بيلعب مع مين؟ حد يقدر يقول لي صندوق النقد الدولي ده بيلعب مع مين؟ بيلعب لمصلحة مين؟ ليه عايز يقلم ضوافر المصريين؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ زي ما بيقولوا الإخوة البعداء جماعة البراس، هو الجيش داخل في الاقتصاد ليه؟ المفروض الجيش يخرج بره الاقتصاد. طب الجيش بيعمل بيجيب اسلحته بنفسه، بيجيب حاجته بنفسه، بيصرف على نفسه، ما بياخدش حاجه من الدوله الا اذا حاجات بسيطه يعني. طب ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ والجماعه تاني اللي مسلطين الناس، اللي هم مسلطين المذيعين، واللي اسمه عمرو اديب واللي زيه، بيع يا لطفي، بيع يا لطفي، الدوله لازم تخرج من كل حاجه. ده كله ده تقليل من ضوافر. انما انا عايز اقول لك على حاجه، ان ده كله العيب مش على الناس دي، العيب على غبائنا احنا المصريين. الله يكون في عون الحكومه، على فكره الله يكون في عون الحكومه اللي عماله تتحايل على صندوق النقد الدولي عشان يعني يمد المهله شويه، وهو مش هيمد ولا هينيل، وعمال يضغط بكل قوه، لان هو شغال عند الجماعه الكبيره قوي، اعداء البشريه. هيسمع كلامنا احنا؟ ده هو جاي يقلم ضوافرنا، هو شغال عشان يقلم ضوافرنا. لازم الناس تفهم، لازم الشعب يفهم الكلام ده. احنا ما بنقولش، او انا ما بقولش لازم نستحمل ومش نستحمل، احنا المفروض نشتغل بكل قوه. اللي ماسك مدير، ولا اللي ماسك مصنع، ولا اللي ماسك حاجه تبع الحكومه، لازم يعتبرها ان دي بتاعته، لازم ينجحها، لازم تشتغل. يا جماعه بصوا لدول الاسود ولا النمور الاسيويه، شوفوا عملوا ايه، بس دول اشتغلوا على نفسيهم. دلوقتي كوريا دي كانت طالعه معانا ايام جمال عبد الناصر، كان في مصانع حربيه عند، اول ما بدات المصانع الحربيه في مصر كان في مصانع حربيه عند كوريا. شوفوا كوريا الجنوبيه بقيت ايه، واحنا ما شاء الله رحنا فين وجينا منين. العيب على الشعب نفسه، العيب على كل واحد ما هواش فاهم. الله مش عايز الا مصلحه نفسه، يحط في كرشه ويملى كرشه وينام وينتخ، وكان الله بالسر عليم. ده العيب عندنا احنا، العيب مش عند المصريين، العيب عند العرب والمسلمين. لازم الناس تشتغل على نفسيها يا ناس. عمالين نقول وعمالين يعني بندن في ملطة، وهو الوضع يبقى كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. اروح مصلحة الكهرباء امبارح ولا اول امبارح، اخش الصبح الساعة 9:30، الاقي الناس قاعدة على مكاتبها جايبة الفطار، والدنيا هايصة وإهق وكركر وبيفطروا. انتوا لسه بتفطروا يا ناس؟ ياهو الناس تنزل فترة من بيوتها، الناس تنزل لشغلها، الناس تنتج. لازم ننتج، لازم نشتغل على نفسينا، ما نحطش صباعنا تحت ضرس حد. ده مش من الحكومة على فكرة، الحكومة عملت كل اللي عليها، وعملت حاجات كتير قوي حلوة، لازم نبص لها بعين الاحترام والرحمة. ان الناس دي غيرت البلد دي، والقيادة السياسية غيرت البلد دي. لازم الشعب كمان ما يمشيش ورا الجهل، ويمشي ورا الناس اللي اعداء البلد دي، اللي عايزة ما يبقاش في حاجة اسمها مصر تقوم على حيلها. لازم يا بشر، الناس اللي عماله تقول لك بيع يا لطفي، بيع يا لطفي، الحكومه لازم تخرج ايديها من كل حاجه، ما هو عنده حق، لان ما فيش ناس بتخاف على مصالح البلد، ما حدش بيخاف على مصلحه الشعب، لان ما حدش بيحب الله نفسه بس. ويجي يقول لي صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي جاي عشان يقلم ضوافرك. ارفع الدولار، ما تخرج الجيش من كل حاجه، خلي كل حاجه حره، وسوق حر، سوق عالمي. لازم يبقى يعني الموظف يقبض بالمصري، ولما يجي يشتري الحاجه بالاسعار العالميه. ايه هو ده؟ وايه هي الاسعار العالميه اللي ماسكها الدولار؟ والدولار مين اللي عامله؟ الجماعه الكبيره. شغلانه كبيره قوي، ولازم كلنا يا مصريين نفوق، كلنا يا عرب لازم نفوق. دول هيحطونا يقرقشونا لو ما كناش نقف وقفه رجل واحد. هقول ايه واعيد ايه؟ هقول لكم نهاركم ابيض وجميل.